إصداء المنتدى الاقتصادي العالمي في ديفوس اهتمام السفير اللبناني بحديث زعيمي التيار الإسلامي في تونس والمغرب الغنوشي وبن كيران إلى إذاعة إسرائيلية، إذاعة صوت إسرائيل، مما يطرح وفق السفير عدة تساؤلات حول موقف هذه الأحزاب الإسلامية من التطبيع مع الدولة العبرية في وقت تلاحظ القدس العربي في الافتتاحية اليوم ارتفاع أصوات مغربية تطالب حكومة بن كيران بعدم التطبيع مع إسرائيل. أخيرا ننهي هذه الجولة بالتوقف عند تحقيق ميداني لافت في صحيفة المساء المغربية عن المسيحيين في المغرب الذين يؤدون الطقوس بكل سرية والذين اتجهوا إلى اعتناق المسيحية كما يقولون بحثا عن توازن روحي مفقود. هكذا نطوي وإياكم هذه الصحف، نضرب لكم موعدا متجددا غدا مع المجلات هذه المرة. إلى اللقاء.